تعالوا بقى نعمل مع بعض أحلى كوباية حمص شام، مش عايزة أقول لِك أول حلبسة زي ما بيقولوا على الكورنيش، بس يا سلام وصلت لمبلغ وقدره على الكورنيش. تعالوا إحنا نعمله بأرخص بكتير وفي البيت وأحلى بكتير وأنضف بكتير وبمكونات تحفة جدًا، وأقول لِك على طريقة ما تخرش المَيّة. يالّا بينا نسمي الله ونشوف طريقتنا إيه. معايا هنا ربع كيلو حمص الشام، وبعدين أنا نقعته هنا لمدة ساعتين، وهنا بعد ما نقعته بيكبر كده شوية، هابدأ بقى أحطه في مَيّة معايا على النار، وهاضيف معايا أثناء السِوَى 4 فصوص من التوم المفروم وعصرة ليمونة. بالضبط، مش هاحط ملح، الملح بيأخّر السِوَى، هاحط الملح في الآخر، وكمان ضِفت معلقة من السكر بيساعدني على تسريع السِوَى بتاعه. ما تستغنيش عن معلقة السكر. أول ما يبدأ يغلي معاكِ بالمنظر ده، هنا معلّيين النار عادي، أول ما يبدأ يغلي معاكِ، أول ما يطلّع الريم نشيل الريم أول بأول، وبعد كده نهدّي عليه النار ونغطّي الحلة. بعد كده تعالوا نعمل الخلطة بتاعتنا: 3 طماطمات، وما تزوّديش الطماطم عن كده، 3 طماطمات، ربع معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان ضِفت معايا 3 عصير ليمونات. تمام كده؟ أول ما هنا وصل معايا 3/4 سِوَى، هابدأ بقى أضيف الطماطم بتاعتي، الخلطة اللي أنا عملتها في الكبة دي. بنضربه طبعًا خالص، نسيبها بقى تتسبك كده مع بعضها، ونبدأ نحط مع بعض التوابل: معلقة صغيرة من الكمون، وكمان هاضيف مكعب من المرقة، وبيفرق جدًا وسر من أسرار عربيات حمص الشام. وكمان ضبّطي بقى الملح بتاعِك. هنحط دلوقتي الملح، وضِفت كمان عصير ليمونتين معايا، حمص شام يعني ليمون بالنسبة لي. بس كده ياخد غلوتين معانا، وبعد كده كمان نسيت هنا ضِفت رشة بسيطة من الفلفل الأسود، وكده 10 على 10. بُصّي هنا بقى خلاص، بُصّوا لونه تحفة إزاي. هاقول لِك بقى على حاجة هنا دلوقتي، معايا خطوة هنا بس الكاميرا فصلت معايا وما اتصورتش يا بنات. أنا عملت الدقة بتاعته، خدت معايا كبشتين كده من مَيّة الحمص، وبعدين ضِفت عليهم معلقتين صغيرين من الشطة، وضِفت عليهم نُص معلقة صغيرة من الكمون، وضِفت ملح، وضِفت عصير ليمونة، ومعلقة كبيرة من الخل. اديتهم على النار كده غلوتين، وبعد كده جاهزة معاكِ الدقة دي. بتحبيه spicy؟ أنا هنا بُصّوا باضيف منها 3 معالق على الحمص الشام بتاعي كلّه، وبعد كده باسيبها في إزازة كده على جنب، لمّا بنضيف اللي عايز يزوّد منها يزوّد. بتبقى روعة جدًا، ما تستغنيش عن الدقة دي، الدقة دي بتخلّيها حرشة، حرشة. لو مش بتحبيه spicy أوي، حطّي رشة بسيطة من الشطة مع نفس الدقة اللي أنا باقول لِك عليها، وبُصّي كُلي أحلى كوباية حمص الشام، بجد هتخطفِك في دنيا تانية، تحفة. أتمنى لايك وشير لو عجبك الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.